الحمد لله الذي خلق آدم من طين فسواه، وقسم ذريته إلى أقسام متفرقة لا يعلمها أحد سواه، فريقا أفقره وفريقا أغناه، فريقا أسعده وفريقا أشقاه، فريقا أبعده وفريقا أدناه، فريقا أماته وفريقا أحياه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله أدخل بها الجنة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا عددت كلماتها وجدتها 7 وأبواب النار 7، فكل كلمة من هذه الكلمات تقف على كل باب من أبواب النار فتمنع صاحبها من الدخول فيه. يا واحدا في ملكه أنت الأحد، ولقد علمت بأنك الفرد الصمد، فلا أنت مولود ولست بوالد، كلا ولا لك في الورى كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين، إمام الأئمة، الذي أرسله ربه رحمة وهدى، ووسع خلقه الناس سهولة ورفقا، ومدحت يداه بالعطايا كرما وجودا، أبرهم قلبا وأصدقهم لهجة، فقد شج رأسه وكسرت رباعيته وأدمي عقبه الشريف، حتى قيل له في هذا الحال العسير: ألا تدعو على المشركين يا رسول الله؟ فقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، حديثنا اليوم: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. يا باغي الخير، بعد ساعات سيكون بين أيديكم باغي الخير، ألا إنه رمضان. باغي الخير رمضان بين أيديكم، الذي قال عنه ربنا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. رمضان بين أيديكم بعد ساعات، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والله لو أراد الله أن يعذب أمة محمد ما أعطاهم شهر رمضان. ها هو رمضان بين أيديكم، وها هو رب العباد قد أجزل الثواب فيه، فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رمضان. ولذلك في يوم من الأيام يصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، وعند الدرجة الأولى قال آمين، وعند الثانية قال آمين، وعند الثالثة قال آمين. فقالوا: يا رسول الله أمنت 3، فما السبب؟
فقال صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل عند الدرجة الأولى وقال: يا محمد، خاب وخسر، خاب وخسر من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر ولم يدخلاه الجنة. فقلت آمين. وعند الدرجة الثانية قال: يا محمد، خاب وخسر، خاب وخسر من ذكرت عنده يا محمد ولم يصلي عليك. فقلت آمين. ثم جاءني عند الدرجة الثالثة وقال: يا محمد، خاب وخسر، ثم خاب وخسر من أتى عليه رمضان ولم يغفر له. رمضان بين أيديكم، رمضان بين أيديكم، والله تبارك وتعالى أجزل الثواب فيه. كل عمل ابن آدم، الملك في الحديث القدسي يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرئ صائم، إني امرئ صائم، إني امرئ صائم. فوالذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. نعم، أيام عطرة. ولذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في آخر ليلة من شعبان فقال صلى الله عليه وسلم: أظلكم شهر عظيم جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير فكأنما أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة فكأنما أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، شهر المواساة، شهر يزاد فيه رزق المؤمن. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. فقال صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على تمرة أو مزقة لبن أو شربة ماء. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. فاستكثروا فيه من خصال 4: خصلتان ترضون بهما ربكما، وخصلتان لا غناء لكما عنهما. فأما اللتان ترضون بهما ربكما فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما اللتان لا غناء لكما عنهما فتسألون الله تبارك وتعالى الجنة وتستعيذون به من النار. نعم، شهر عظيم بين أيديكم، شهر عظيم بين أيديكم، فارجعوا إلى الله، لأن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. اسألوا النصر، اسألوا النصر. أين كان النصر حليفا للمسلمين؟ اسألوا النصر، اسألوا يوم بدر، اسألوا غزوة بدر، اسألوا فتح مكة، اسألوا موقعة حطين، اسألوا 6 من أكتوبر في أي الأيام كانوا. إنهم كانوا في شهر الصيام، إنه شهر النصر. فماذا قدمتم؟ فماذا قدمتم؟ رمضان بين أيديكم، رمضان بين أيديكم، وهو بين 11 شهرا. رمضان بين أيديكم، بين 11 شهرا، مثل يوسف عليه السلام بين 11 أخا، فلا تقتلوه ولا تلقوه في غيابة الجب، وأرفقوا برمضان لعل الله تبارك وتعالى أن يمنحنا الجنة. نعم، رمضان بين أيديكم، بين قلائل، رمضان بين أيديكم،
رمضان أكرم الله فيه المسلمين، ولذا سأل موسى ربه: يا رب أكرمتني بالتكليم، فهل أكرمت أحدا مثل ذلك؟ فقال: يا موسى إن لي عبادا أخرجهم في آخر الزمان فأكون أقرب لأحدهم منك. لما يا رب؟ لأنك كلمتني وبيني وبينك 70,000 حجاب، فإذا صامت أمة محمد حتى ابيضت شفاههم واصفرت ألوانهم أرفع الحجب بيني وبينهم. يا موسى طوبى لمن عطش كبده وأجاع بطنه في رمضان. إنه رمضان الذي يأمر الله تبارك وتعالى ملائكته يوم القيامة يوم الحسرة والندامة: يا ملائكتي أجمع الغلمان والولدان يستقبلون من يا ربنا؟ يستقبلون الصائمين والصائمات بأطباق من نور وأكواب من نور بالأطعمة والأشربة اللذيذة. يستقبلون الصائمين والصائمات ويقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نعم، إنه رمضان الذي يدخلكم يوم القيامة من باب الريان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن في الجنة باب يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق دونهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان حي لا يموت. ابن آدم اعمل ما شئت كما تدين تدان، أو كما قال: التائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، يا من إذا مشى يسبقه النور، وإذا تكلم أخجل البدور، وإذا ركع أو سجد يقول: أمتي أمتي يا غفور. نعم، بعد ساعات فنحن على أبواب رمضان. إنه شهر القرآن. شهر إيه؟ شهر القرآن، شهر الذكر. ومن أعرض عن ذكر الله أتدرون ماذا يصنع الملك؟ قال ربنا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم، على أعتاب رمضان